ومرادنا وضعنا وافعالنا ذكرك اشعارنا وتنهك رسالنا لا اله الا انت تنفيها باسمك وتكرمنا بصبحات وجهك اجرنا من فتنك ومن شر عذابك وعبادك اجرنا من فتنك ومن شر عذابك وعبادك واغرق علينا سرادقات حفظك وادخلنا في حفظ عنايتك وقنا سيئات عذابك واغننا بخير منك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما عدد خلقه ولقاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك أنت أعلم بأحوالنا وأنت أعلم بحوائجنا فقد حوائجنا يا الله إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سبيل بفضلنا يا الله بفضلنا وانظرنا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وأرحمه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأقربائنا وقراباتنا وعشيراتنا وإلى أرواح مشايخنا رحمة الله عليهم ولهم الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا نبي محمد يا ربي صل عليه وسلم. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya tertawa dan doa dari Abu, maka
berakhirlah rangkaian acara ke-7 Jalan Jamaah Umrah pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku MC kamu informasikan kepada seluruh undangan bahwasanya nanti malam di tempat ini diadakan tabligh akbar, yaitu Ratib Al-Atash yang akan dipimpin maksud kami zikir yang akan dipimpin oleh grup zikir Al-Atash bersama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Abu. Dan juga kami informasikan